السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة حلوة جدا، تنفع بقى للغدا، تنفع للعشاء، سريعة جدا. عايزة اقول لكم العجينة وهمية، هتنفع في كل حاجة. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف العجينة بتاعتنا. اول حاجة كده بولة معانا هنحط 3 كوبايات ونص من الدقيق. انا هنا معايرة بالكوباية المعيارية، انت تقدري تعايري باي مج عندك اللي هو المج العادي بتاعنا. بعد كده بننزل بقى بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه ونص معلقه صغيره من الملح. هنبتدي ننزل كمان ب3 معالق كبار من السكر، وبعد كده هنبتدي نقلب المقادير الجافه بتاعتنا دي كويس قوي عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا اتقلبت كويس جدا في الدقيق هي والملح. كده المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا ومفيش فيها اي حاجه. بعد كده هننزل ببيضايه بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش طالعه من التلاجة، لا تكون موجوده معانا كده بدرجه حراره المطبخ بتاعنا. وبعد كده بننزل بقى بالميه. معايا هنا كوبايه من الميه الدافيه، هنزل بيها تدريجيا كده. بنزل الاول بشويه على البيضايه بتاعتي بحيث ان انا افككها معايا بسهوله، وبعد كده ببتدي انزل بالميه بتاعتي بالتدريج. احنا عارفين طبعا ان احنا مقدار الميه بتاعنا ده اللي بيحدده هو نوع الدقيق بتاعي، لان في دقيق بيشرب كميه سوائل اكتر، ممكن تاخد معايا كوبايه وربع، كوبايه الا ربع، حسب نوع العجينه. هنا خدت معايا كوبايه ميه بالظبط، ال3 كوبايات ونص من الدقيق خدوا معايا كوبايه الميه بالمظبوط. حطينا عليهم معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت عليهم كمان بيضايه. وكده مقاديرنا سهله جدا ومتوفره وموجوده عندنا في كل بيت، يعني انت مجرد ما تشوفي الفيديو ده تقومي تنفذي الوصفه دي، سهله جدا. بعد كده نزلت ب3 كوبايه من الزيت، وزي ما انتم شايفين تحسوا ان الزيت كان كتير في الاول. بعد كده بندمجه كويس جدا في العجينه عندنا، بيدي للعجينه هشاشه فظيعه حلوه جدا. عجينه العجينه بتاعتي بتحس ان هي بتلزق في الايد كده. هنسيبها تخمر معانا نص ساعه على الرخامه. بعد كده تعالوا نحضر مع بعض الحشوه اللذيذه التحفه السهله الجميله. كل اللي موجود عندي في التلاجة، حطيت فلفل احمر، فلفل اصفر، حطيت جزرايه، فلفل اخضر، يعني انا دورت على اللي موجود عندي في التلاجة وحطيته، اداني طعم حلو جدا. يعني الميكس ده من الفلفل، طبعا عنديش فلفل الوان مش مشكله، ممكن الفلفل الاخضر مع الجزرايه مع البصل بيدي نتيجه حلوه جدا. ما عندكيش اي فلفل خالص، ممكن البصلايه تكفي جدا، وطبعا معاها جزرايه. ما عندكيش جزرايه، يعني الحاجات دي بصي اختياريه، الجوده بالموجود، يعني اللي موجود عندك اشتغلي بيه. عندي هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، يعني عارفه كنت محتاره اعمل بيهم ايه، قلت هعملهم في فطيره كده للولاد للعشاء تكون سهله وسريعه. نزلت بيهم. بعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي. معايا معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من ال7 بهارات او بهارات اللحمه، معايا فلفل اسمر، ونزلت طبعا بالملح. وابتديت ان انا اقلب كل الكلام البهارات اللي احنا حطيناها دي مع اللحمه بتاعتي. زي ما انتم شايفين البهارات اختياري، يعني انت الحاجه ما بتحباش عايزه تضيفي قرفه تمام، عايزه تضيفي شطه تمام، لو انت حباها تكون سبايسي شويه. شايفين شكل الخلطه بتاعتنا حلوه جدا، او الحشوه بتاعتنا جميله جدا. كده العجينه بتاعتي كان عدى عليها نص ساعه، نزلت منها الخمر بتاعها بعد ما خمرت معانا. بعد كده بندي رشه على الرخامه، وبعد كده بنبتدي ننزل بالعجينه بتاعتنا. بصوا بقى عجينه طريه، عجينه حلوه جدا، تنفع لو انت عايز تعملي بيها اي فطاير وتحشيها طبعا حشوات مختلفه، مش لازم الحشوه دي. هي عجينه بصوا سلسه ومتوفره، ما فيش فيها بقى لا لبن بودره ولا فيها زبده ولا فيها اي مكونات احنا ما نعرفش نضيفها. هنا بقى ببتدي ان انا انزل باللحمه بتاعتي كده المفرومه، وزي ما انتم شايفين انا ما ضفتش ليها حاجه، انا ضربت الفلفل ضربات متقطعه كده بحيث انها ما تنزلش معايا ميه. طب لو نزلت معاكي ميه بتصفيها الاول. بصراحه انا حسيت ان هي ما فيهاش ميه فمش محتاجه تتصفى معايا. بحطها في النص كده، بفرد العجينه بتاعتي، بخلي وسط العجينه بتاعتي والسمك بتاعها يكون ارتفاعه سميك شويه عشان لما اجي افردها الحشوه بتاعتي ما تطلعش بره. بجيب بقى كده زي ما انتم شايفين رشه من الدقيق بسيطه جدا، ما بحبش ان انا ازود دي عشان تطلعش معايا يعني الفطيره بتاعتي تكون قاسيه، لا انا عايزاها تكون شبه القطن كده وطريه جدا. ببتدي ان انا افردها بايديا كده علشان ادخل بس الحشوه جواها، وابتدي اديها فرده بسيطه برده بالنشابه كده، بحيث ان اديها بس فرده، وبحيث ان العجينه كمان ما تبقاش رقيقه معايا والحشوه جوه تتفرد معايا بالتساوي، يعني كل قطعه من العجين يكون فيها قطعه من اللحمه. بعد كده بنجهز الصينيه بتاعتنا. طبعا اديتها مسحه من الزبده، تقدري تحطي فيها ورق زبده، تقدري تديها مسحه من الزيت، كل ده اختياري، بس انا الزبده بصراحه بتدي طعم حلو قوي. مسحت الصينيه بتاعتي كده، وهبتدي ان انا احط فيها الفطيره بتاعتي دي. طبعا انا كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200. المعجنات بتحب تدخل على نار عاليه علشان يعني ما تنشفش مني، ولو انا حسيت ان الفرن عالي شويه ممكن انزله بعد 10 دقايق ما بحطها كده بنزل الفرن بتاعي للوسط. بس انا بصراحه بحب ان انا احطها على درجه حراره عاليه، تاخد معايا تسويه على طول وما بتنشفش مني، وبتفضل طريه كده وجوسي وحلوه جدا.
بعد ما حطيتها في الصينيه بتاعتي وفردتها زي ما انتم شايفين، عندي بقى شويه من اللبن كده. طبعا الفرشه بتاعتي كان مكانها زبده. باخد بقى شويه من الحليب اللي انتم شايفينه ده، ما عندكيش لبن، شويه من الميه عليهم معلقه من السكر، ممكن يدوني نفس النتيجه. وببتدي بقى ان انا امسح بالفرشه كده علشان تدينا بس اللون الذهبي الايه اللي بيبقى حلو ده على الوش. حابه طبعا هنا تحطي سمسم تمام، حابه تحطي حبه البركه كمان تمام. كل دي اضافات اللي يريحك. بس عايزه اقول لك ان الفطيره اصلا خطيره جدا وسهله جدا جدا وما بتاخدش معاكي وقت. يعني لو انت مستعجله كده وعايزه تعملي اكل سريع، عشوه سريعه، بتبقى حلوه قوي. هنا دخلتها الفرن زي ما انتم شايفين، قبت ازاي وانتفخت وما بتاخدش معاكي وقت، يعني 25 دقيقه بالظبط او اقل من نص ساعه بتكون جاهزه. طلعت من الفرن بتاعنا زي ما انتم شايفين، واخده لون روعه وجميله جدا. ببتدي ان انا احط لها بقى جبنه موتزاريلا كده عشان ادلعها. الجبنه عندي بصراحه كانت اخر قطعه كده في الكيس وما كانتش يعني عارفين ماسكه في بعضيها كده، فانا ابتديت ان انا اقطعها بايدي كده، وهبتدي ان ادخلها دقيقه او دقيقتين تحت الشوايه علشان الجبنه الموتزاريلا تسيح وتديني بقى اللون الحلو اللي احنا بنحبه، وكمان تخلي العجينه والفطيره بتاعتي دي بصوا تحفه، وتخليها قطنيه وتوديها في حته تانية خالص. شايفين بعد ما خدت معانا اللون اللي احنا شايفينه، نبتدي نغطيها علشان نحافظ على طراوتها، ولما نيجي نقطعها تكون طريه جدا. هنا بعد ما سبتها كده حوالي 5 دقايق، شلت من عليها الفوطه بتاعتي، وبعد كده ان انا هبتدي اقطعها معاكم ونشوف الطعم بتاعها والشكل بتاعها، واقول لكم رايي فيها بمنتهى الصراحه. تعالوا بقى نشوف الفطيره بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، هنشوف جمالها وحلاوتها، وعايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا. تعالوا بينا نقطعها مع بعض ونشوف النتيجه واقول لكم رايي فيها بكل صراحه. بصوا اسفنجيه جدا، يعني عايزه اقول لكم كاني بقطع هوا. بصوا بقى الفطيره بتاعتنا وحلاوتها وجمالها، وشوفوا التسويه بتاعتها من تحت. بصوا ممتازه. تعالوا ندوقها بقى. بصوا تحفه، عايزه اقول لكم ممتازه ممتازه ممتازه. اتمنى جدا ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. وصفه يعتبر اقتصاديه وحلوه جدا، وكمان سهله وما خدتش معانا وقت. اتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.